برنامج سؤال من الكتاب المقدس. أخوي وأختي، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من سؤال من الكتاب المقدس. وسؤالنا اليوم: كيف أتصالح مع الله؟ والجواب ببساطة: حتى نتصالح مع الله علينا أن نقر ونعترف أن احنا في مشكلة مع الله، والإجابة أيضا هي بسبب الخطية. الكتاب المقدس يقول: الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. أيضا احنا تمردنا ضد تعاليم الله. أشعياء يقول في نبوءته: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. والمؤسف والمحزن بالأمر أن أجرة الخطية الوحدة هي موت. والكتاب المقدس يقول: النفس التي تخطئ هي تموت. لكن وسط كل هذا الحزن والخوف هناك أكو خبر صار، أنه إلهنا إله محب قدم لنا الخلاص بيسوع المسيح، اللي وضح لنا غرضه أنه كان يجي حتى يطلب ويخلص ما قد هلك، وأعلن عن مهمته أنها قد اكتملت لما كان على الصليب نادى آخر كلمة: قد أكمل. حتى نبني علاقة حقيقية مع الله نبدي بإدراكنا أنه احنا على خطأ، ندرك أنه احنا خطاة ومصيرنا هو دينونة الأبدية، وبعدها علينا أن نعترف بخطيتنا، لأن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. وإن صممت أنك تمتنع عن الخطية بالتوبة الحقيقية من كل القلب، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. والشخص اللي يتوب يصاحب التوبة إيمان، يعني الإيمان والتوبة وجهان لعملة واحدة. إيمان بأن موت المسيح وقيامته المعجزية يعطيني الحق أن أكون مخلص بدمه، لأنه هو المخلص الوحيد. والكتاب ده يعلمنا: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. والتصالح مع الله هي عبارة عن رد فعل الله لأجلنا، اللي أرسل لنا المخلص، واللي قدم ذبيحة يتحمل عني وعنك خطايانا جميعا، وقدم لنا الوعد ويقول: ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. تشبيه جميل عن التوبة والغفران نشوفه في قصة الابن الضال وعودته إلى أبيه. نعم، الابن الأصغر ضيع كل هبات أبوه اللي انطال إياه بارتكاب خطايا مخزية، لكن لما أدرك خطأه وقرر العودة لأبوه كان باعتقاده أنه ما راح يكون ابنه مرة ثانية، لكن كان هو أيضا على خطأ، لأن الأب أحب ابنه الضال وفرح لرجوعه. بنفس الطريقة الله الآب بالسماء يفرح بينا ويقدم لنا احتفال بالسماء لما نرجع احنا ونتوب ونرجع إلى أحضانه، مثل ما يقول الكتاب: السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاج إلى التوبة. الله يفي بوعده وبما فيها وعده بالغفران. الكتاب يقول: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. إذا تريد تتصالح مع الله أنا راح أقدم لك نموذج بسيط للصلاة. اتذكر، مجرد ترديد هاي الصلاة أو غيرها ما راح يخلصك، لكن اللي يخلصك هو الثقة والتصديق والإيمان في أنه المسيح هو راح يخلصك من كل خطاياك، لأن هو الوحيد اللي دفع الثمن بالكامل على الصليب. وهاي هي صلاة ببساطة تتعبر عن طريقة إيماني وثقتي بالله وشكري إله على غفرانه. تقدر تقول من كل قلبك: يا رب، أعلم أني أخطأت أمامك، أعلم أني أستحق العقاب. أنا أؤمن يا رب يسوع أنك تحملت عني العقاب، ومن خلال إيماني بيك تنغفر خطاياي. أنا أريد أبتعد عن خطاياي وآثامي وأضع ثقتي فيك لخلاصي. أشكرك
لأجل غفرانك ولنعمتك الغنية اللي تمنحني الحياة الأبدية. آمين. إذا أخذت القرار بأنك تتبع يسوع المسيح بسبب ما سمعته، إذا كان فعلا من كل قلبك، آمين، الرب راح يبارك حياتك وراح يقويك على الحياة التعبانة. لقاءنا انتهى، لكن نعمة الرب ما تنتهي أبدا. نلقاكم في سؤال آخر بنعمة الرب. آمين.